السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. النهارده جايين مع بعض في فيديو حلو جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. انا معايا فراخ بلدي جايباها كده للبيض، فكده حبيت ان انا اصور لكم فيديو كده، وباذن الله هنعمل وصفات كتيره للفراخ مع بعض. فده الفراخ عمرهم 5 ايام. فحبيت ان انا بقى ايه اقول لكم كده شويه معلومات عن الفراخ، وازاي ازاي استقبلتهم اول يوم، وازاي هنعمل لهم وصفات. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك فضلا وليس صبرا عشان افضل متشجعه بيكي دايما. فطبعا كده انا غسلت السقايه كده. طبعا اللي على السقايه ده ايه شويه يعني ايه تراب كده. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده بقى غسلت السقايه ومعقماها. لازم تغسلي السقايه وتحطيهم في مكان يكون فيه شمس. انا حطاهم كده على السطح، على السطح كده في اوضه حامصه كده وما تكونش رطبه عشان يبقى عندهم حيويه ونشاط. طبعا اول ما استقبلتهم اول يوم من عمر يوم، يعني ممكن تجيب لهم تحصينه من عند البيطري، وممكن تستقبليهم بمعلقه سكر مع معلقه الشاي، تحطها لهم على رتل ميه تخليهم كده ايه ياكلوا ويشربوا. فانتي حسب زي ما انت عايزاه، يا اما تجيبي لهم تحصينه، يا اما تجيبي لهم تحط لهم ايه معلقه سكر من معلقه الشاي. فانا جبت لهم تحصينه وحصنتهم كده، وباذن الله هعمل لهم وصفات حلوه جدا جدا. ممكن بقى ايه نجيب برضو معلقه الكركم ونضيفها كده على العلفه. طبعا انا باكلهم علفه اللي هي العلفه السمسم اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. حبيت ان انا اقرب لكم كده عشان ايه تبقوا شايفين العلفه السمسم بقى. وتبتدي ان انت تحط كده معلقه من معلقه السمسم على 2 كيلو علفه، وتمسكيهم تضربوهم في بعض، ومعلقه حبه البركه حلوه جدا جدا للفراخ ما شاء الله، بتخلي الفراخ معانا زي الفل. بتشيل اي التهابات في المفاصل، فتح شهية للفراخ، بتخليهم يسحبوا علفة كتير ويرموا معانا لحم ويبقى يومهم بيومين. فطبعا انا بقى ايه حبيت ان انا اكلهم كده من غير ما اعمل لهم وصفة، وقلت اصورهم معاكم كده. وباذن الله الفيديو الجاي هنزل لكم وصفة حلوة جدا جدا. ممكن برضو نجيب على رتل مية نحط معانا ليمونة على رتل مية، وفصين توم وبصلايه، وتبتدي ان انت تفرميهم في الخلاط وتعملوهم عصير يعني كوبايه. تجيبوا كوبايه ميه وتضربيهم كده، الكلام ده كله تضربيه مع بعضه، وتجيبي رتل ميه وبعد كده تصفيهم وتضيفوهم على الرتل الميه. ما شاء الله مضاد حيوي التوم ده. الليمون بيشيل اي بكتيريا اي ميكروبات. احنا عارفين يعني الليمون حلو جدا جدا لاي شوطه تجيلهم اي ميكروب. البصله فتح شهيه وبتخليهم ياكلوا كتير وتخليهم يفوقوا كده معانا وتشيل اي امراض. فلما انت تعملهم التركيبه الحلوه دي وتحطيهم على رتل ميه حلوه جدا جدا. فده يعني انا بعرفك انت ممكن تعمل لهم ده او دي او دي زي ما انت عايزه. يعني انا بعمل الوصفات اللي انا بقول لكم عليها ديت مرتين في الاسبوع، ممكن مره في الاسبوع من كل وصفه كده. يعني بنوع لهم ولازم ننوع لهم في الاكل. فزي ما انت شايفه كده لازم برضو اما تيجي تعملي الوصفه ما تكونيش مأكلاهم، لازم تكوني عاملاه لهم كده. يعني ايه لو انت هتعملي لهم الوصفه ديت العصريه او الظهر، تسيبهم كده ساعتين من غير اكل، وبعد كده تقدموا لهم الوصفه عشان يشربوها او ياكلوها في ساعتها. لو انت عامله يعني ايه في الميه او سكان في الاكل عشان يستفادوا من الوصفه بتاعتك، وفي نفس الوقت عشان الوصفه بتاعتنا ما تفضلش كتير في الميه او في الاكل ومفعولها يروح.
فلازم نكون مجوعنهم زي ما انا بقول لكم كده، عشان ايه يشربوها في ساعتها. وبرضك لازم نطلعهم في الشمس كده لمدة 10 دقايق في الشمس، شمسية الصبح، عشان شمسية الصبح بتبقى هادية عن شمسية الظهر، عشان تشيل اي التهابات عندهم، تديلهم وقاية كده. فالشمس حلوة جدا جدا، بتخليهم كلتهم حيوية وكلتهم نشاط. فزي ما انتوا شايفين كده كلتهم حلوين جدا جدا. فحطيت لهم بقى الاكل وقلت ايه اصورهم معاكم النهارده. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده، وتكونوا استفدتوا مني باي حاجه من اي معلومه انا قلتها. برضك لو حابين نزود وزنهم او عندهم نقصان في الوزن، هم طبعا لسه صغيرين برضك، فاحنا لازم نديلهم الوصفات ديت عشان يومهم يبقى بيومين. لو الفرخ اتنطر معاكي او لقيتيه زاد يوم عن يوم، ما شاء الله بتلاقيه كده حلو جدا جدا معاكي وما يتعبش ابدا. فممكن برضك نجيب معلقه خميره على العلفه ونبتدي ندربها كده في العلفة. حلوة جدا جدا العلفة، بتزود وزنهم، بتنظف بطنهم، بتشيل اي ميكروب اي بكتيريا، بتنشط البكتيريا الضارة. برضك ممكن لو عندهم اسهال، ممكن برضك نجيب معلقة نشا ومعلقة رز مطحونة، بتبتدي اللي انت تدربيهم برضك في العلف. حلوة جدا جدا النشا، بتمسك بطنهم وبتمنع الاسهال، فما شاء الله بتخليهم زي الفل. فبجد الوصفات ديت عن تجربة، طبعا لو شفت في قناتي هتلاقيها ما شاء الله. انا كنت عاملة الوصفات ديت، فما شاء الله بتخلي معايا الفراخ زي الفل لحد ما تيجي تبيض معانا. فانا جايباهم كده عشان البيض، وزي ما انت شايفه كده ما شاء الله هم زي الفل اهو. فانا بقى بحط لهم بقى كل اسبوع كده معلقه نشا على معلقه رز مطحون، عشان ما يجيلهمش اي اسهالات. لان لو جه للفرخ اسهال، الاكل ده والوصفات اللي احنا بنعملها زي عدمها، مهما تحط لهم الوصفات ديت ما بيزيدوش معاكي ولا وبتلاقيهم بيخسوا معاكوا. ولو الفرخ خس معاكي ما بيرجعش تاني زي الاول، فمهما تاكليه بيقرمد معاكي او بيقل ما بيزيدش. فلازم تحط معلقه نشا كل اسبوع، حتى كل اسبوع مره او مرتين. ده حلوه جدا جدا، ما تقلقيش منها خالص. فده اهم حاجه يعني، لان لو جالهم اسهال بيتعبوا وفي نفس الوقت ما بيزيدوش بيقلوا معانا. فطبعا بقى قدمت لهم كده الميه كده والعلفه. ما حبيتش ان انا اعمل لهم كده، بس قلت اصورهم معاكم ونتكلم مع بعض ونقول شويه معلومات شفوي كده. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. ما شاء الله هم معايا يومهم بيومين. فطبعا اهم حاجه ما تنسليش اللايك والاشتراك، فضلا وليس امرا، وعايزاكي كده تشجعيني دايما. فيا رب كده تكوني استفدتي مني باي حاجه. اهم حاجه زي ما انا قلت لك ما تنسليش اللايك عشان تشجعيني كده. مع السلامه.